معلش أشوف جوات حفوضتك؟ هاد فرفور. فرفور كتير فضولي، كل شي لازم يشوفه ويفكه ويفحصه، حتى أنه بيطلع بكل حفرة بيشوفها بالأرض، وكمان بكل أطرميز وبكل أنينة، وبيدحش منخاره بكل ثقب وحفرة بالأرض. فرفور بده يعرف كل شي. بيوم من الأيام بيصير دور رفقاته، وبدون أي خجل بيسأل فرفور أرنوب: معلش اطلع بحفوضتك؟ أكيد، بيقول أرنوب. شوف، بيجاوب فرفور: أنا عم شوف 7 ككايات أرانب. 1 2 3 4 5 6 7. بيمشي فرفور لعند الجدي بنت الماعز وبيسألها: قلي لي يا جدي، معلش أشوف شو في جوات حفوضتك؟ اطلع، بتقول الجدي، وبترفع ايديها لفوق مشان تساعد فرفور يشوف منيح. مثل ما فكرت، بيضحك فرفور، بعرات ماعز، جبل من البعرات الصغار السود. وبيجي دور الجرو ابن الكلب ليسأله فرفور: معلش اطلع بحفوضتك؟ إذا عن جد بدك تشوف شو في بالحفوضة. وبيتكركر الجرو. آها، بيقول فرفور: ككاية كلب وحدة وآخرها مبوز. وهلأ ما بقى الشي عم بيوقفوا لفرفور. مرحبا، معلش أشوف شو في جوات حفوضتك؟ إيه أكيد، بيقول العجل ابن البقرة بكل فخر. أوكي، كاسترد بقر سميك وطازة، كان لازم أعرف لحالي. وبيكمل فرفور طريقه وبيشوف المهر. مرحبا يا مهر، بيقول فرفور، معلش أفحص حفوضتك؟ إيه وليش لا؟ بيجاوب المهر ابن الحصان باستغراب. 3 أحصنة مدورة وحلوة. وآخر شي بيصير دور ابن الخنزير. يا خنزيرة، معلش إذا بتريدي تورجيني جوات حفوضتك؟ إيه. وبيحمروا خدود الخنزيرة من الخجل. أوه، كمية كبيرة من ككا الخنزير، وكمان ريحتها طالعة. إيو. العجل والخنزيرة وأرنوب والجدي والمهر والجرو كلهم بيروحوا عند فرفور وبيسألوه: وهلأ ورجينا بقى شو في بحفوضتك، معلش؟ اي معلش، بيقول فرفور بكل ثقة. أوه، بينادي الكل باستغراب: حفوضتك فاضية؟ كيف هيك؟ كتير سهل الجواب، بيقول فرفور، لأن أنا بعمل كاكا على النونية. شوفوا هونيك هي نونية. ايه أكيد. إذا حبيتوا هالقصة اعملوا لايك واشتركوا بالقناة.